ظاهرة كلش غريبة وأول مرة أشوفها بحياتي. تعالوا شاهدوا هذا المقطع الفيديو. ظاهرة غريبة انه جمهور يستقبلك في بلد المضيف ما صايرة قبل. قضينا عمرنا كرة قدم وشفنا العالم كله والبطولات، ماكو جمهور عراقي يروح يستقبل فريقه قبل ان يوصل. هذه يعني حقيقة حالة غريبة. والله العظيم ظاهرة كلش غريبة، مثل ما سمعتوا ايش قال، جمهور يستقبل اللواعيب وبالاخير لو نتعادل لو نخسر. يعني ماكو هيك يا منتخبنا يا عراقي. يعني الجمهور جاي يحبك وجاي يساندك وجاي يوقف وياك، وكل هذا تجيب له التعادل والخسارة. ليش؟ يعني بس اريد افهم ليش ما تكون انت ويانا مو احنا وياك؟ يعني احنا جاي نستقبلك قبل لا انت توصل للملعب، وجاي نستقبلك قبل لا تدخل بالفندق، وجاي نستقبلك اول ما تدخل الغير دولة. كل هذا وتجيب لنا التعادل والخسارة وتزعل 40 مليون عراقي. ليش؟ يا منتخبنا يا حبيبي، ترى العراق كله وياك، العراق كله بظهرك، العراق كله واقف وياك من الصغيرة للكبيرة، وكل احنا نحبك ونريدك اقوى وافضل واحسن. يعني ماكو هيك، يعني ظاهرة ترى كلش غريبة. انا اول مرة اشوف شو اسمه المشجعين يوصلون قبل المنتخب العراقي. يعني الصدق ظاهرة كلش غريبة ما تدخل للراس. شوفوا ايش قد نحبكم وايش قد نريدكم تفرحونا. كل هذا ونتعادل ونخسر. ليش بس اريد افتهم ليش. كل الحب والاحترام للمشجعين العراقيين وكل الحب والاحترام للمنتخب العراقي، وان شاء الله ما راح تقصرون ويانا شعرايه واحده، ونعرفكم ونفتخر بيكم بكل وقت. لا تنسون تجيبون لنا الفرحه العراقيه. كل الحب والاحترام لكم، ولا تنسون يا حبايب قلبي حطوا لنا لايك والمتابعه وحركه الاكس بلو، ورايشين جديد تلقونه بحسابي. تحياتي لكم يا حلوين.